السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي دكاترة تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحة وسلام. الحمد لله فرمنا ليسون 2، فرمنا لويس، فرمنا الستيريو كيمستري، عرفنا دروباكس اللي عندي، عرفت ارسم ازاي، عرفت كل واحدة شكلها عامل ازاي، حطيت الاكس بتاعتي، عرفت مين الملكة، مين الخدم، مين العبيد اللي عندها، عرفت كل حد بيعمل ايه وكل لون بير عندي بيقرفني ازاي. طيب تعالى النهارده هنتكلم على شويه مشاكل حصلت كده، وان انا ابتديت احط الالكترون عندي في عين الاعتبار، وابتديت اعمل له قيمه لان اللون بير ده بهدلني الحصه اللي فاتت. تعالى كده بقى نسمي الله واحده واحده، وهنتكلم على حاجه جديده كده حصلت عندي بعد ما ظبطت كله في ستيريو كيمستري، بوظت حاجتين صغيرين. تعالى نشوف صلحناهم ازاي، تعالى نشوف عدلناهم ازاي، ونسمي الله يلا ونبدا مع بعض في الليسون الجديد كده. يلا بقى بسم الله. طيب خدنا المره اللي فاتت الفيسبر سيري واتكلمنا مع بعض كده وعرفنا شكل الستيريو ستراكشر بتاع الحاجات ورسمتها في ال 3 دي ازاي، وبدانا نتخيل مع بعض القصه دي ازاي. في نقطه بقى معينه كده مكتوبه عندكم في ليسون 1 في كتاب الوزاره، ولكن انا لم اكن اجرؤ ان انا اشرحها غير بعد ما اخلص الفيسبر. فتعالوا نبدا بيها كده. واولا قبل بس ما نخش نرسم الكلام ده كله، هقول لك ان الفيسبر عرفتني الانجلز، عرفتني الرسمه بتاعت الستيريو ستراكشر، ولكن برضو خلي بالك انا لم استطع ان انا اقول لك ان انا تمام 100%. لحظه واحده افتح البورد واجي لك تاني. طيب تعالى كده بسم الله الرحمن الرحيم اقول لك على النقطه اللي انا عايز اقول لك عليها. انا قلت لك مرارا وتكرارا، ولكن الموضوع هيختلف النهارده. لو جينا رسمنا كربون ماسكه في اكسجين، كربون ماسكه في اكسجين، هتقول لي ما هو ده كربون دايوكسيد. بس انا عرفت دلوقتي ان هو لينير وان الانجل دي 180. طيب انا استفدت ايه من الكلام ده كله؟ قلت لك لان الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين اعلى من الكربون، بس ده بيشد كده، ده بيشد كده، فده عمال يعمل كده وده عمال يعمل كده، فعمل حاجه اسمها زيرو دايبول مومنت، فخلى لي الكربون دايوكسيد نون بولر. شرحناها اول مره، وشرحناها تاني مره. بس انا دلوقتي محتاج اقول لك على حاجه غريبه. هي ايه؟ ان انت خدت هنا شويه وخدت هنا شويه. يعني ايه بقى زيرو دايبول مومنت؟ ما بقاش في حد احسن من التاني. يعني ايه؟ يعني الكفتين اهم. يعني انا عندي هنا شويه نيجاتيف وعندي هنا شويه نيجاتيف، بس في النص في بوزيتيف. حلو. وبعدين برضه انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. هقول لك ان الناحيه دي بقت نيجاتيف قد الناحيه دي، فما بقاش في كفه اتقل من الثانيه، فما بقاش في حد اقول ان النيجاتيف هنا كتير وان البوزيتيف هنا كتير، فما بقاش عندي بوزيتيف ونيجاتيف اصلا، فهم الاثنين نيجاتيف كده قاعدين مع بعض. طب اديني اكزامبل بسرعه عشان ما توهش منك. هقول لك تعالى خد الامونيا، ادي كانت ان اتش اتش اتش. خلي بالك ان احنا جمعنا الان بلس الام بتاعتها. بفكرك بسرعه لما كتبنا الاكس بتاعتها كانت ايكوال 4، مش فاكر الاكس؟ تعالى ورايا. ايه؟ ملكه 3 خدم، عبد واحد لومبير. شكلهم في الستيريو ستراكشر عمل 3 بيس بيراميدز، شكلهم مع اللومبير، البونبير واللومبير. ركز بقى معايا في الحته دي. عمل ايه؟ عمل عندي تترا هيدرون او تترا هيدرال. دخل عندي كونسبت غريب، بصيت لقيت حاجه غريبه دخلت عندي. خلي بالك بقى عشان دي احتاجها كمان شويه. بصيت لقيت ان اللون بير ده ممكن ياثر عندي في الشكل، ممكن ياثر عندي على البوند بير. لقيت ان انا عندي نوع مختلف من الالكترون بيأثر عندي. كل ده عرفناه المره اللي فاتت. يبقى اللون بير ده ما اقدرش اسيبه كده وامشي، لقيته بيأثر عندي. طب تعالى نرجع للنقطه اللي انا عايز اقول لك عليها. هو الالكترون بيتشد كده، الالكترونز بتتشد كده، الالكترونز بتتشد كده، فهنا بقى عندي في بارشال نيجاتيف، وكل واحده من دول بقت واخده ايه؟ بارشال بوزيتيف. وكأن الالكترونات اتسحبت من تحت طلعت فوق. بقى عندي فوق في نيجاتيف وتحت بقى في بوزيتيف. بقى في فرق. ولما يبقى في فرق يبقى انا بالنسبه لي كده بقى ده بول. طب بسرعه اخر اكزامبل عندي عشان انا عايز اخلص في السريع. ادي الاو قلنا ماسكه في اتش، قلنا ماسكه في اتش انجل 104.5، عندي 2 لومبير هنا، والالكترونز اتشفطت كده، فبقى عندي هنا بارشال نيجاتيف هنا بارشال بوزيتيف، فبقت حته بوزيتيف اللي هي فين؟ بص تركز كده معايا. بقت حته بوزيتيف وحته نيجاتيف، فاقدر اقول عليه بولار. فهمت الفكره كده؟ دي ما كنتش اقدر اقولها لك غير اما ارسم لك شكلها. ليه ما ارسم لك شكلها؟ لان انت كنت ممكن تقول لي طب ما هو بمنتهى البساطه انا كنت هرسم لك الميه كده،
وتقول لي عادي زي الكربون دايوكسيد. لا لا لا، ده انا بقى عندي 2 لومبير هنا، كل واحده عملت لومبير ضاعوا مني، عياله ضاعوا مني. بقى عندي 2 لومبير هنا، نزلوا دراعاتهم لتحت. فلما نزلوا دراعاتهم لتحت خلوا شكلهم مختلف، فخلوا الاثنين اتش مدلدلين تحت كده، بقوا قاعدين بوزيتيف تحت كده. طب وبعدين خلوا الاو نيجاتيف فوق، فعملوا لي فرق، فعملوا لي بولاريتي. حلو. طيب لقينا حاجه لذيذه قوي، ان الفيسبر عندي وريتني الشكل، وريتني الستيريو ستراكشر، عرفتني ان انا عندي لون بير ليه اهميه. مش فاهم يعني ايه عرفتني ان انا لون بير عندي ليه اهميه؟ فهمتني ان انا دلوقتي بقى عندي حاجه اسمها فالنس الكترون، ولازم اخدها في عين الاعتبار. بقى عندي حاجه اسمها بوند بير، وعندي حاجه اسمها لون بير. دول ممكن ياثروا على الشكل، والشكل ياثر على البروبرتيز. يعني زي الكربون دايوكسيد كان نون بولر، بقى الامونيا والميه بولر، فيقدر ياثر عندي، يقدر يخلق حاجات غريبه انا مش عارفها. فاصبح عندي ان اللون بير ده لا يستهان به. وخلي بالك بقى، ابتديت انا ابص للبوند دلوقتي ان الالكترون ده مش مجرد سلعه، يعني زي العجله بتاعت زمان 50 جنيه 50 جنيه ابدل اروح ارجع. لا لا، ده الالكترون ده انا ابتديت ابص له كبارتكل، وبقيت اشوف له ويف بروبرتيز، وبقيت احاول اخد له كذا فيو كده واحطه في اعتباري، مش مجرد بس حاجه اطلعها وارجعها. لا 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 لا، ده انا الالكترون ده طلع مهم جدا، ده لدرجه ان انا لما سبته لعب لي في الدنيا كلها. فابتديت دلوقتي اقول لك على حاجه غريبه جدا، ان ماشي، ان الفورميشن بتاع البوند بتاعت الاوربيتال، خلي بالك بقى، فورميشن اوف بوند ساينس دلوقتي ريستورد ايه؟ قصه الكوانتم ميكانكس، وبدا يبصوا للالكترون از ا ماتيريال بارتكلز ويز ويف بروبرتيز اللي قلناها كانت العيوب او الدروز باك بتاعت بور. حلو. which exist in space surrounding ايه؟ النيوكليوس. طيب ابتديت ساينس يفكر في القصه دي، فطلع لهم تو ثيوريز جداد اسمهم ايه؟ الفالنس بوند ثيوري والموليكولر اوربيتال ثيوري. دي بتتكلم على الموليكول از هول، مش مشكلتي. دي بتتكلم على الفالنس بوند ثيوري، بتتكلم على الفالنس بوند ثيوري، وده اللي هنتكلم عليه النهارده. وابتدينا بقى نخش في قصه غريبه كده، محتاجين بقى واحده واحده كده نفتح دماغنا مع بعض. الليسون ده سهل قوي قوي قوي، بس انا محتاج اقول لك على حاجه. انا دلوقتي الالكترون قاعد عندي فين؟ تعالى نتكلم انرجي ليفل سب ليفل اوربيتال، قاعد في اوضه. قاعد ايه؟ في اوضه. يعني اوضه زي اللي انا قاعد فيها دلوقتي، فيها السرير هنا والسرير هنا. لو اللي مش فاكر حدوته الفندق يرجع ويشوفها، واللي مش هيفتكر ومش عايز يضيع وقت، تعالى وانا اقول لك ان الالكترون دايما بيبقى قاعد في اوربيتال. تعالى هرسم لك اوربيتال زي اوربيتال البي، بسرعه 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 مع بعض. اهو عنده ايه؟ 3 اوض. كانت دي اسمها بي اكس، افتكر كانت دي بي واي، كانت دي بي زد، والدنيا معايا حلوه وزي الفل. لما يكون عندي الكترون سنجل هنا، انا كنت دايما عايزه يعمل ايه؟ يبقى مرتبط، يبقى عنده دبل عشان انا ستيبل. ستابيليتي هاف فيلد وكومبليتلي فيلد مالهاش علاقه باللي انا بقوله دلوقتي. قصه ستابيليتي هاف فيلد وكومبليتلي فيلد مالهاش علاقه قوي باللي انا عايز اشرحه دلوقتي، بس انا كده كده حاله الاستابيليتي اللي انا عايز اوصل لها من اول الترم بتاعت النوبل جايز، يبقى انا عندي ده كومبليتلي فيلد. بس فكرتي كلها، شايف ده؟ اقدر ادخل معاه الكترون، يعني اقدر ايه؟ اروح مدخل معاه الكترون غريب كده. شايف دول؟ لا. ليه؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي هعزمك عندي في الشقه، انا هتعزم عندك في البيت، هتيجي حاجه بات معاك. يلا. ولما اجي بات معاك باختصار شديد كده، هو انا دلوقتي عندي حاجه غريبه حصلت. انا دخلت البيت، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا عم حبظلم فين؟ انا جاي بات مع حبظلم. حبظلم فين يا جدعان؟ مش موجود. هاخد بعضي وامشي، مش هخش اقعد في اوضه حبظلم لوحدي. فلازم هو يبقى موجود عشان انا ابقى موجود. لازم هو يبقى موجود عشان انا اجي بات وابقى موجود. طيب وبعدين، ينفع اخش ابات في اوضه لوحدي معيش حد؟ لا، انا ماليش اي حق ان انا اكسر البيت واخش اقعد فيه. ما هو انا عندي اوضتي. ما هو خلي بالك، ما هو الالكترون ده جاي من حته برضه، ما هو مش الكترون طاير جاي من السما، مش لوز وجين، احنا لسه كوفالنت، فمتشاير من حته، فهو جاي من اوضته عادي. طب تعال نبص للقصه بطريقه تانية. هي ازاي بنبص لها بطريقه تانية؟ لو انا عندي اهو ده كده اصلا كومبليتلي، هتقول لي لا ما لازم اكمل ده الاول. انا ببص على ده يا سيدي، ينفع ادخل الكترون ثالث عليهم؟ لا طبعا. وانا اجيبه قاعد على الارض؟ لا طبعا. يبقى اصبح عندي الثيوري، عندي الفالنس بوند ثيوري، عندي ايه مش راضي يكتب.
الفالنس بوند ثيوري عندي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان حضرتك ما ينفعش تعمل بوند غير في حاله واحده بس، لما يكون عندك في الاوضه. صحي بقى، تيو والله لما صح. يلا بقى. لما يكون عندك سنجل الكترون بس، طب حتى لو دول بيرد عادي، هي ده يعمل 2 بوند. يبقى ما تقدرش تعمل خلي بالك بقى، بتعمل ايه؟ بتعمل اوفرلابنج، يعني اتنين بيخشوا على بعض. افتكر زمان قلت لك ان النيوكليس دي بتشد الالكترون بتاع دي، والنيوكليس دي بتشد الالكترون بتاع دي، يقربوا على بعض يعملوا اوفرلابنج، يخشوا على بعض، يتداخلوا على بعض. طب وبعدين؟ ما يقدرش حد يعمل اوفرلابنج غير لما يكون في سنجل. طب لو مش موجود خالص؟ لا. طب لو موجود بيرد؟ لا. يبقى لازم يكون ايه؟ سنجل عندي. حلو. طيب ممتاز جدا جدا جدا. وده ادى ان انا هتكلم في نقطتين، حاجه اسمها الاوفرلابد اوربيتال كونسبت، وحاجه اسمها الهايبردايزيشن اوربيتال كونسبت. حلو، كلام جميل. وتعالى واحده واحده بسرعه كده. انا بصراحه الكلام هنا طويل قوي، الكلام هنا طويل قوي، وانا بصراحه محتاج ارسمه. بدل ما نقراه ما تيجي نرسمه. مشي ايدك معايا بقى. ليه بقى؟ يعني شايف الاوفرلابنج اوربيتال ثيوري دي فرحاني جدا. ليه؟ لان هي انا هرسم بس، مش هقول لك اكتر من كده، كان الله في عونكم. بص يا سيدي، هنفتكر حاجتين كده مع بعض قلناهم الترم الاولاني، ان الاس اوربيتال عباره عن كورة، وان البي اوربيتال هو البي كان 3 اوض. افتكر معايا بقى الكلام ده. ده كان بي اكس، ده كان بي واي، كان بي زد، وكانت دي كلها بتترسم كده، ان الاكس تترسم كده، الواي تترسم كده، تيجي الزد بالعرض تترسم كده، وشكرا على كده، مش عايز اكتر من كده. الله، ده كده كده. طب وبعدين؟ بص بقى بسرعه كده، انا محتاج ايه؟ تعال نعمل بوند. خلي بالك، عشان تعمل البوند محتاج تعمل اللي انا اقول لك عليه ده بالظبط بالحرف. تيجي لي على جنب كده وتكتب ان انا هعمل بوند بتاعت الاتش 2، ارسمها لي اتش ماسكه في اتش. عايز تكملها لويس كملها، هي كده كده الاتش تمام، بس لازم تعمل الكونفيجريشن بتاع الاتش. تقول لي والله ان الاتش بالنسبه لي هي 1 اس 1. يبقى معنى كده ان الاتش وهي ماسكه في اتش، تعالى بقى هنرسمها. الاتش اهي والاتش اهي. الاتش وهي ماسكه في اتش هي عباره عن 1 اس 1 عندها الكترون واحد. 1 اس 1 عندها الكترون واحد. ركز بقى معايا في القصه دي قوي، ركز معايا في القصه دي جدا 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 جدا. طيب حلو قوي كده. تعال بقى ننوع شويه، عندنا الوان كتير. هنرسم الاتش دي كده ماشي، وهنرسم الكوره دي كده، وهنرسم الالكترون ده كده، وتعالى نعمل بوند ما بينهم. يعني هعمل كده. هو ايه الشرطه دي؟ ان دي طلعت الالكترون اهي، ودي طلعت الالكترون اهي، وعملوا مع بعض البوند بير بتاعهم. طب في الحقيقه انا شفتها ازاي؟ بص بقى واحده واحده معايا كده عشان خاطر تركز معايا. هرسمها واكبرها شويه. ادي الاوربيتال بتاع الاتش السوداء. طب جميل. وادي الاوربيتال بتاع الاتش الزرقاء. كلام جميل. ودي الالكترون بتاعها اهو، ودي الالكترون بتاعها اهو. قعدوا فين؟ قعدوا في النص. طب لما اجي ابص لواحده فيهم، تعال نبص للاوربيتال ده سوا. لما ابص للاوربيتال ده سوا اللي هو بتاع الاتش السوداء، هقول له الله ده انت عندك 2 الكترون، ده انت لذيذ. طب لما ابص لبتاع الزرقاء، هقول له الله انت عندك الكترون والكترون، فانت عندك 2 الكترون، فانت ستيبل ولذيذ. حلو الكلام ده، كلام جميل. يبقى القصه عندي حصلت ازاي؟ ركز بقى معايا، حلو قوي القصه دي. القصه دي عندي لو انا عندي ادي اوربيتال في 1 اس، ادي اوربيتال في 1 اس، دخلوا عملوا اوفرلابنج مع بعض. بص كده كانوا بيعملوا اوفرلابنج طبعا اوربيتال واحد دخلوا كده عملوا اوفرلابنج مع بعض او بالمغناطيس اهو. بص كده دخلوا عملوا في حته في النص، والحته اللي في النص دي بقت عامله ازاي؟ بقت ما بينهم بالظبط، فالالكترون دخل ما بينهم بالظبط. طب ليه بقى دخل ما بينهم؟ دي بقى الحته اللي انا عايز اشرحها، مش مجرد رسم بس. تعال ناخد الاتش السوداء، هي مجرد ان هي عندها اوضه فيها 1 اس، يعني فيها الكترون واحد. كلام جميل. طب وبعدين الاتش الثانيه عندها اوضه عندها الكترون واحد برضه، فده عنده سرير فاضي، مكان فاضي، وده عنده مكان فاضي. قدروا يعملوا اوفرلابنج ويخشوا مع بعض. يعني قدروا، يعني انا لو مسكت دول كده مع بعض اهم، ادي السوداء وادي الزرقاء، رحت عامل لهم اوفرلابنج مع بعض، فدخلوا بقى مع بعض كده.
تحس ان انا عامل زي كريستيانو. تعال نبص كده على اللي بعدها. تعال ندي اكزامبل تاني عشان انا حاسس ان انت مش فاهم، او يعني بنسبه 95% انا متاكد ان انت مش فاهم. تعال نعمل حاجه اسمها اتش اف. طب يلا بينا نرسمها. ادي اتش ماسكه في اف. عرفت منين؟ خلاص، ما انا شطور بقى، عارف الكونفجريشن بتاع الاف من زمان. طب بص كده، تعالى يا عم هنكملها لك لويس. ادي 1 2. البورد شكلها زعلانه مني النهارده مش عارف ليه، حتى مش راضيه ترجع. ادي 1 2 3 4 5 6. انت اتسحرتي؟ انت كبورد اتسحرتي؟ يعني تفتكر البورد اتسحرت؟ الساعه كام؟ اوه الساعه 3 ونص اصلا، يعني احنا فاضل لنا حبه حلوين. ماشي، تعالى بص كده ايه اللي حصل. اتش اف. هو ايه الاتش اف ده؟ الاتش مسكت كده. طب تعالى نعمل الكونفجريشن بتاعي. ادي الاتش هي 1 اس 1. ماشي، تعال نبص على القصه بتاعت الاف. هي الاف 9 ادي 1، هتبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي. بص 5. ركز بقى معايا عشان دي مهمه، انا ببص على الحته الفاضيه. طب افتكر معايا كده بقى انا هعمل ايه. بص يا سيدي، انا هكتب هنا الاتش زي ما انا عملت، وهرسم الكوره بتاعتي اللي فيها النقطه. انا بصراحه مش عارف اعمل اكتر من كده، ولكن انا هقول لك تعالى نرسم هنا الاف. وبص بصه غريبه كده، هو مين اللي فاضي عندي في الاف؟ ال2 بي 5. طب انا مش فاكر ال2 بي 5 ده كنت بعمله ازاي. تعالى يا سيدي واحده واحده مع بعضينا كده، وتعالى نقسم. كنا بندخلهم سنجل، ادي 1 2 3، وبعد كده نعمل لهم بيرنج. ادي كده 4، ادي كده 5، ادي كده 6. ما عنديش اروح اعمل لها السهم كده. طب كلام جميل. وتعالى نفتكر الاوربتلز في الرسمه، ان دي كانت البي اكس، ودي كانت البي واي، ودي كانت البي زد. واحنا عارفين ان الاوربتال بتاع البي عامل كده. حلو قوي. تعالى بقى نرسمه مع بعض. هنرسمه مع بعض نبقى عاملينه كده. طب وبعدين قال لك اعمل اوفرلابنج. يعني ايه اوفرلابنج؟ يعني دخلهم راس في راس. تاني، دخلهم راس في راس. طب تعالى نعمل اوفرلابنج سوا. ادي كده دي، لا سوري، كبرتها شويه معلش. اهي بص كده، عملوا اوفرلابنج سوا. طب والالكترون، ادي الكترون هنا، وادي الالكترون التاني هنا. بس كده؟ بس كده. حلو قوي، حلو قوي، تحفه جدا تحفه جدا. طب انت هتقول ايه؟ انت عايز توقعني؟ انت عايز توقعني؟ هقول لك ليه يا ابني. مش انت بتقولي ان هو بيخش في البي زد؟ هقول لك انا عارف ان الاكس كده، الواي كده، الزد كده، صح؟ مش دي الزد؟ ما رسمتهاش مايله ليه يا عم؟ انا مسكتها لفتها. ما تدوقش في التفاهات، انا مسكتها عملتها كده. انا مسكتها لفتها مع بعضيها عشان تتخيلها. تخيل يا سيدي ان انت لسه عندك، انت شطور. ادي انت لسه عندك، ما هم كلهم كانوا بربنديكولار على بعض. ادي الاكس وادي الواي، ودي بس عندي اهم حاجه عندي ان دي البي زد، وللتحديد هي 2 بي زد. حلو كده. فالتحديد انت عملت هنا من بين ال1 اس 1، وعملت هنا بين ال2 بي زد. طيب حلو قوي كده. طب وبعدين تعالى بقى نخش نعمل واحده كمان. يلا تعالى ارسم معايا بسرعه كده بقى، بس شغل ايدك. اعمل السي ال 2. بريك لذيذ. اوعى تاخد بريك لذيذ، ستوب لذيذ. ارسمها بنفسك، تجرب ترسم بايدك اللذيذه كده الجميله، وبعد كده تعالى نحاول نرسمها مع بعض وتشوف انت رسمتها صح ولا غلط. هقول لك على ستيبس بسرعه. ارسمها، شوف دي وشوف دي وشوف الاتوم، اعمل لي الكونفيجريشن بتاعها. وعشان ما تنساش، انا هعمل لك اول خطوه عشان دي 17. ادي السي ال ماسكه في السي ال اهي، ايوه، والسي ال الواحده ب 17. اعمل الكونفيجريشن، شوف مين اللي فاضيه، ارسمها، شوف شكل الاوربيتال، دخلهم في بعض. وخلي بالك مش هيطلع اكتر من الاس والبي. عمر ما هجيب لك رسمه اكتر من كده. الترم الاولاني اصلا ما عندكش الدي والاف. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا قلت لك احنا بنتكلم على ريبريزنتيف اليمنت، احنا الاس والدي بنتكلم عليهم ان شاء الله. الدي والاف السنه الجايه ان شاء الله على خير، وخاصه هو الدي اللي هنشتغل عليه السنه الجايه. حتى الاف لما ربنا يكرمكم باذن الله وتخشوا على الكليه، يبقى روحوا بقى ايه، ظبطوا حالكم ان شاء الله. اللي يخش بقى صيدله، اللي يخش كليه علميه، يبقى يشوف الاف بتاعته ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فيها ايه. يعني باختصار شديد، يلا ارسم، يلا كونفيجر، يلا ظبط حالك، ويلا بسرعه بسرعه توقف الفيديو وتشوف هتعمل فيه ايه. طيب رسمت، تعال نشوف عملت ايه. تعال نوزع السي ال سوا.
هي عباره عن 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p5. يبقى مين اللي فاضي عندي؟ 3p5. تعال نروح نرسمه هناك كده، بس قبليها هنكتب cl هنا بقى وcl هنا، وتعالى نشوف الدنيا عندنا ماشيه ازاي. هو دلوقتي انت لما تيجي توزع في البي هتلاقي عندك 1 2 3 4 5 and 6. يبقى انا هيخش عندي دايما في البي زد. طب هرجع ارسمها زي ما رسمت التانيين. بص كده، ترجع ترسم دي كده، ايوه، ترجع ترسم دي كده، ايوه. لما تعمل اوفرلابنج المفروض ان هما الاثنين نفس الحجم عشان هما الاثنين 3 بي يعني، بس طبعا انتوا عارفين رسمي عبقري كده كده من يومي. عملت اوفرلابنج ما بينها وبين بعضيها ونروح حاطين 2 الكترونز هنا، عملت البوند ما بينهم. يبقى خلي بالك كده، بدأنا نفكر في معلومة جديدة غريبة. الفيسبر فتح لنا مجال فكري نفكر فيه تاني. هو ايه ده؟ ان انا كل بوند بير عندي محتاج ميرجنج بتوين 2 اوربيتالز. لا بالراحة تاني. كل بوند بير عندي، كل ربط عندي محتاجة 2 اوربيتالز، واحد من الاتوم دي واحد من الاتوم دي، يعملوا اوفرلابنج مع بعض. يبقى كل بوند محتاج كام اوربيتال؟ 2، واحد من كل اتوم. طب ده كلام جميل. تعالى بسرعه كده نقرا من الكتاب عشان نشوف احنا وصلنا لحد فين. انا دلوقتي من 2 اتومز، خلي بالك close to each other forming a covalent bond each atom overlap. حلو كده؟ حلو كده. overlap with ايه؟ with orbital or more containing لازم one single electron، لا فاضي ولا مليان. يبقى محتاجين نعمل merging between على الاقل 2 orbitals، واحد من كل اتوم. overlapping occur between مين؟ بص 2 orbitals. As a result of this overlapping, a region is formed، تحضر جديد space between the two atoms. يبقى الاتوم ساعتها approach to each other وcovalent bond is formed. يبقى انت خلي بالك محتاج orbital من كل اتوم. تعال نشوف الاكزامبلز بسرعه. عندنا الاكزامبلز، عندنا فورميشن بتاع الهيدروجين مولكيول، ادي اتش واتش، يبقى 1 اس 1 اس ركبوا مع بعض. طب بتاعت الاتش اف تعال نشوف هيدروجين فلورايد. تعال نعمل الكونفجريشن. يبقى انت عندك ال 2 بي 5 2 بي 5، يبقى انت اللي فاضي عندك مين يا ربي؟ 2 بي اس زد ولا اكس ولا واي؟ 2 بي زد. حلو. يبقى خدناها كده اهي واهي، والالكترون موجوده في النص، لزقوا مع بعض وهم جايين في النص كده مع بعض. طب بص كده، تعال نشوف السي ال والسي ال او السي ال 2، نفس القصه بالظبط. عملت اوفرلابنج بين ال 2 بي اوربيتالز. يبقى ساعتها الريجن الاوفرلاب عندي فورم بين النيوكليوي بتاعت الكلورين اتوم ويتش الالكترون دينستي انكريزز. لما قلت لكم بيقربوا بعض يعملوا كثافه في الالكترون كلاودز. يبقى انا عندي الدنيا بقت عندي ماشيه زي الفل. طيب يا سيدي، انا لحد دلوقتي خلاص انا كده تمام. انا كده عرفت الدنيا ماشيه ازاي وانا زي الفل. وتعالى كده نحل سؤال بسرعه قبل ما نخش على القصه دي. يقول لك والله البوند بتوين ال HCl molecule ايه arises from ايه؟ تعال نبص بقى واحده واحده. arises from overlapping of ال 1s في ال H atom and with the Cl atom. Which of the following represent the atomic orbital of the chlorine atom؟ 3p 5. نروح هناك يبقى اسمه 3pz. حلو قوي الكلام ده. تعال نخش كده ونجاوب. يبقى 3px 3py 3pz اهي. يبقى اوعى تنسى الكلام بتاع الترم الاول. احنا محتاجينه كونفجريشن، محتاجينه كونفجريشن، محتاجينه الفندق، محتاجينه فندق، محتاجينه. حلو كده. طيب خد الهوم ورك البسيط ده وصور وابعت لي على طول على الواتساب وانا معاك على طول، التيم كله معاك. الفورميشن بتاع الميه ورينا هترسمها عامله ازاي. انا هنا مش بكلمك انك ترسم لي عشان بس انا عارف الدماغ، والله انا هنا مش عايز حضرتك ترسم لي الميه فين، مش عايزك ترسم لي الميه كده، انا عايزك ترسم لي الميه بالاشكال دي. تشوف انهي اوربيتال اللي فاضي وتشوف انهي ميرج ما بينهم وتعملها لي. حلو كده. واحده مع الاو ماسكه في 2 اتش، اعمل لي او والاتش بس، مش فارقه معايا الثانيه لان الثانيه كده كده تبقى هي نفس الفكره بتاعت الامونيا ال اتش 3. شوف لي الان ماسكه مع انهي واحده بالظبط. طيب حلو قوي الكلام ده كله. تعال نبص على النقطه اللي بعدها دلوقتي. يا اختي يا رب ارحمني، يا رب الرحمه من عندك يا رب. عندي بص the failure of overlapping orbital to explain CH4. ما عرفتش تفسرها. ليه ما عرفتش تفسرها؟ قال لك ما هنا عندي مشكله كبيره. ايه هي المشكله الكبيره؟ تيجي نحكي الحدوته بتاعتها. سيبك من الكتاب، تعالى بالنسبه لي تعالى نحكي الحدوته بتاعتها
ونشوف بعد كده نقرا الكلام ده واحده واحده مع بعض. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كده، انا هقول لك هنعمل ايه. تعالى نرسم السي اتش 4 من ضمن اللي ذاكرناه في الليسون اللي فات، واوعى تكون ما ذاكرتش. ادي السي اتش 4 عامل لي التيتراهيدرون شيب اهو بتاعي، حلو كده تمام. مين السنترال اتوم؟ السي. تعالى ناخد السي نعمل لها كونفيجريشن. تعالى ناخد السي نعمل لها كونفيجريشن، بس مش كونفيجريشن بتاع ابتدائي، يعني كونفيجريشن بتاع ابتدائي 2 4 انا محتاج اعمل شيرنج مع 4 والدنيا تمام. تعالى نعملها لك بالاوربيتال ثيوري. يعني ايه الاوربيتال ثيوري؟ يعني انا عندي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. حلو كلام جميل. مش قوي، مش قوي ليه؟ تعالى نرسمها، بس تعالى ناخدها ببيج لوحدها. تعالى ناخد دي في صوره لوحدها، بيج لوحدها كبيره كده بقى، وتعالى نرسمها واحده واحده مع بعض. تعالى نبص على الكربون. بدايتنا مع الكربون ان الكربون 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. تعرف ترسمهم؟ وقف الفيديو ثانيه وارسم لي شكل كل اوربيتال عامل ازاي. وقفت؟ تعالى معايا. هنبدا بالدور الاولاني هنا، وهقول لك ان ده ال1 اس هتحط لي فيه 2 الكترون زي الشاطر. هنيجي بعد كده نعلى شويه في الانرجي، 2 اس هتحط لي فيها 2 الكترون زي الشاطر. نبدا بعديها نعلى في نفس السكند ليفل، نجيب ال 2 بي. هحط هنا 1 هحط هنا 1 لان هي 2 بي 2. شوف الراجل وقع في شر اعماله، الراجل النصاب اللي كان بيقول لي لازم كل واحده تبقى سنجل. بص انا مسكت في سي اتش 4، على فكره ما السي اتش 4 موجود. هتقول لي لا، ما هو على كلامك ان الاتشات تخش هنا وان الاتشات الثانيه تخش هنا، وشكرا على كده وشكرا على كده، شكرا، انا مش محتاج حاجه ثانيه. طب المفروض تبقى دي حاجه اسمها سي اتش 2، ما عنديش حاجه اسمها سي اتش 4. هقول لك لا ده مش موجود. امال مين اللي موجود في الحقيقه؟ ده مين اللي موجود في الحقيقه؟ سي اتش 4. مين اللي موجود عندي على ارض الواقع؟ سي اتش 4. مين عندي اللي اكشولي موجود؟ السي اتش 4. خلي بالك انت هنا، ركز بقى معايا في الكلمتين دول عشان الكلمتين دول مهمين قوي. انت مش بتكتشف حاجه جديده، هي الحاجه اكشولي موجوده، احنا بنحاول نفسرها. الايه؟ اوربيتال ثيوري فشلت. تعال نشوف ايه اللي حصل عندنا واحده واحده. دلوقتي انا عندي مشكله، دلوقتي انا عندي مشكله لذيذه. هي المشكله اللذيذه دلوقتي انا محتاج ان انا ادخل واحد هنا واحد هنا وادخل اتنين هنا. قلت لي والله مش هينفع. طب هما ايه اللي هينفع معاك؟ والله شايف ده، خده اطلعه فوق. اخده ايه؟ اطلعه فوق. يبقى عندك كده اهو. بقى عامل ازاي؟ بقى موجود عندي ايه والدنيا تمام و100 100 و100 فل و10، والدنيا بقت عندي زي الفل. بقت عندي ازاي زي الفل؟ ان انا بقت عندي الموضوع لذيذ قوي، لان انا بقى عندي كده هنا بقى فيه الكترون فاضي. بص اهو بقى ايه يعني الاريزر بقى. المفروض ان انا عايز اعمل بن، عايز اجيب الاريزر، بس انا عايز اجيب اريزر صغيره مفيش. طيب خلاص، انا عارف القصه دي وعارف الدنيا. تعالى هرسمها لك في بيج تاني، هناخد بقى 5 6 بيج عشان نخلص القصه دي. طيب ال1 اس 2 ده بالنسبه لي مش مهم فمش هرسمه، عشان بس نبقى صراحه. ال1 اس 2 انا مش هرسمه، انا تركتي كلها بتبدا منين؟ بتبدا من ال 2 اس 2 اللي هي دي، بقى فيها سنجل الكترون. طب هنا بقت عندي اهي 1 2 3، بقى عندي هنا في سنجل، بقى عندي هنا في سنجل، بقى عندي هنا في سنجل الكترون. قلت والله ده 100 فل و10، ده الدنيا حلاوه الحلاوه اهي. يعني ايه حلاوه الحلاوه؟ يعني في ايه؟ انا مبدئيا عندي اتشات 4، يعني انا عندي سي اتش 4. اوعى تنسى ان انا شغال على الميثين. اول اتشايه تخش هنا، تاني اتشايه تخش هنا. حلو كلام جميل. طيب تالت اتشايه تخش هنا. يا ترى رابع اتشايه تخش فين؟ سهل اهو، تخش هنا. حلو قوي كده، ده كلام تحفه وكلام عظيم وكلام عبقري. يبقى انا نبدا ونعيد الكلام تاني. طلعت الكترون من هنا لهنا، كان الالكترون ده هنا اهو، رحت انا فجاه شلته وطلعته فوق. ولما طلعته فوق هفكرك بحاجات من الترم الاولاني يا رب تكون فاكرها. الاتومز الالكترون ما تعرفش تنط غير لما تاخد شويه انرجي، ولما تنط وتاخد انرجي بتبقى اكسايتد، بتبقى ايه؟ اكسايتد، متحمسه، طلعت تشوف فندق جديد، حته جديده في الفندق، فدي بتبقى اسمها اول مرحله بتبقى ايه؟ الاكسايتد. انا فين السي؟
انا مش هفهم مالي النهارده، انا كده بقيت خلاص. الاكسايتد اتوم يحصل لها اكسايتيشن عشان تبقى اكسايتد اتوم. حلو. طيب كده الكربون عندي تمام، كده الكربون عندي تمام. تعال نبص للاتشات، تعال نبص ايه للاتشات. يعني ايه ابص للاتشات؟ يعني الاتش الاولانيه راحت داخله فين؟ داخله هنا. الثانيه راحت داخله هنا. الثالثه راحت داخله هنا. الرابعه المفروض تخش هنا، بس جت الالكترونيه الرابعه عملت ايه؟ قالت لك والله العظيم 3 ما انا داخل. ليه؟ والله ما لعبه، انا مش لعبه معاكم. ليه يا ستي؟ بقى انت تقعدهم في ليفل 3 قاعدين فوقي. يعني انا ابن البطه السوداء الوحيد اللي هقعد تحت؟ ولا انا قصدي بنت البطه السوداء الوحيده اللي هقعد تحت؟ تاني 3 هيقعدوا فوق، امال انا ايه؟ يعني انا وحشه؟ يعني انا كخه؟ يعني انا مش ايه، مش قد المقام مثلا؟ معادني في اوضه حق في الاس، ودول قاعدين في جناح كبير فيه 3 اوض في البي و3 اوربيتالز وبيلعبوا هنا وهنا وهنا وهنا. مفيش عدل، مفيش تقسيمه، والله العظيم ما قاعده لكم في البيت ده تاني. حلو. قالت لك والله ما انا قاعده لكم فيها، وراحت سابتنا ومشيت. يبقى دي ما كملتش، يبقى دي ما جاتش، ما كملتش. كده عملنا سي اتش 3 دخلنا 3. ايه الموضوع باص تاني؟ ايه الموضوع باص تاني؟ باص تاني، هي محتاج رسمه تاني. يلا بينا بقى بسرعه نشوفها. بقى عندي في مشكله حاصله، ان الاس مثلا موجوده هنا وفيها الكترون، كلام جميل، وان البي موجوده فوق شويه اهي، وكل واحده بقى فيها الكترون. خلي بالك ان انت عندك الليفل بتاع الاس هنا، الليفل بتاع البي هنا تاني، الليفل بتاع الاس هنا، الليفل بتاع البي تاني موجود هنا. عملنا ايه؟ هحكي لكم حدوتين بسرعه في القصه دي. خلي بالك ان ده فقير وده غني، ده فقير وده غني، بس احنا عايزين نعملهم مع بعض. فده البي يتنازل ويتواضع ويتكرم علينا وينزل تحت شويه بمستواه، ويروح متبرع بشويه للاس يرفعه معاه. طب هما الاثنين ايه؟ في ليفل واحد. لا تاني، الاس اهي، البي اهي، تتنازل البي وتنزل شويه، وتشد شويه الاس ترفعه لفوق، يبقى قاعدين معايا في ليفل واحد اهو. يعني لما كنت احكي لكم حدوته الفندق، الاس كانت اوضه واحده ما فيهاش اي حاجه غير السرير. طب البي لا، ده انا بدات ادخل شويه ميني فريدج كده في الاوض، بدات اعمل ميني بار موجود في الدور عندي بتاع الايه، بتاع السب ليفل ده. فرحت اكتفيت بالميني بار مثلا ونزلت الثلاجات في الاوضه، يبقى رفعت مستوى الاس شويه، ونزلت من مستوى البي شويه، بقوا زي بعض. ايه ده؟ طب اكتبها ازاي واعملها ازاي دي؟ بص كده، تروح عامل حاجه غريبه في النص، في النص ما بينهم 4 اوض، واحده جايه من الاس، اوعى تنسى ان ده كان 2 اس وان ده كان 2 بي، واحده جايه من الاس. طيب والبي خدت منها كام واحده؟ 3. فتعمل حاجه اسمها اس بي 3 هايبريدايزيشن. ايه الهايبريدايزيشن ده؟ تجيب سلاله من الاس وسلاله من البي تجوزهم لبعض، تعمل حاجه هايبريد، حاجه خليط هجين، تعمل حاجه ميكس ما بينهم. طب تعالى نبص كده على اللي فيها. ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بسرعه بقى، تعالى ندخلها الاتش. الاتش الاولانيه تخش اهي، الاتش الثانيه تخش اهي، الاتش الثالثه تخش اهي، الاتش الرابعه تخش اهي. حلو. المفروض ان انا ارسم كل واحده كده يعني، بس انا بصراحه مكسل امسح. دخلت كلهم شبه بعض، كلهم نفس الانرجي، كلهم شبه بعض، كلهم نفس الانرجي، كلهم شبه بعض، كلهم نفس الانرجي، كلهم زي بعض، عملنا بوند، فسرنا ازاي السي اتش 4 بتحصل، ولا زلنا شغالين في الاوربيتال ثيوري، لان دخلت على كل واحده سنجل. وانت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع؟ مش فاهم منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ طب ده كلام جميل. طب هل هايبريدايزيشن ينفع يحصل ما بين ليفلات عاليه قوي؟ لا. تعال نشوف اصلا الهايبريدايزيشن ده المفروض يحصل ازاي. اول حاجه المفروض تحصل عندي ان الهايبريدايزيشن ده لازم يحصل لنفس الاتوم. ما هو انا مش هجيب اس من اتوم واروح اجيب بي من اتوم ثانيه اقول لهم تعالوا اعملوا ميكس مع بعض، ما ينفعش، مش منطقيه. لازم في نفس الفندق. طب وبعدين لازم في نفس الدور. يعني ايه؟ يعني مثلا 2 اس و 2 بي يعني يكونوا قريبين قوي من الانرجي. 2 اس 2 بي، 4 اس 3 دي، 5 اس مثلا 4 دي، وهكذا.
لازم يكونوا قريبين قوي من بعض من الانرجي. ما انا ما ينفعش اروح اعمل هايبردايزيشن ما بين ال2 اس وال4 دي مثلا، ده فين وده فين، ده بعيد وده قريب، ده ليفل انرجي وده انرجي تاني مختلف، هتجيب حاجه في النص ما بينهم ازاي؟ ما ينفعش. يبقى لازم تحصل في نفس الاتوم، لازم تحصل في انرجي ليفلز قريبه قوي لبعضها واوربيتالز قريبه كمان قوي لبعضها، مش انرجي ليفل بس، انرجي ليفل وسب ليفل واوربيتالز كمان قريبه لبعضهم. طيب تعال نبص كده، نقرا كده المشاكل اللي حصلت عندي كده انا اقدر افهم. اقول لك والله الكربون اتوم اونلي هاز 2 الكترونز موجودين فين؟ في ال2 بي اوربيتالز. خلاص اهو، دي مشكلتي مع الكربون، ما اقدرش اعمل غير 2، فبالتالي يبقى انا بالنسبه لي ما اقدرش اعمل غير 2 هيدروجين اتوم هنا يدخل 2 كوفالنت بوند، يبقى سي اتش 2 والانجل ما بينهم تبقى ايه؟ 180. ليه 180؟ عشان خلاص بقى زي ما احنا شايفين دي تعمل كده دي تعمل كده، ما عنديش اي لون بير خالص، بالتالي انا بشوف لا مش متخيلها قوي. تعال نشوف بسرعه. قبل ما نعمل القصه دي قلت لك ان هنا تخش واحده وهنا تخش الثانيه، يبقى عندي ده سي اتش 2 اللي هو مش موجود خلاص، ما عنديش اي لون بير لان دي مش مليانه اي حاجه خالص، يبقى تبقى مرسومه عندي كده ادي السي ماسكه هنا في اتش ماسكه هنا في اتش زي الكربون دايوكسيد بالظبط، ولكن ده ما بيحصلش. انا في الحقيقه ستادينج البوند لقيت الموضوع مختلف جدا جدا، ده انا لقيت عندي بوند مختلف وعامله تترا هيدروجين شيب والانجل ما بينهم 109.5 مش 180. ده الكلام اللي انا لقيته على ارض الواقع، ده الكلام اللي انا لقيته في الحقيقه. طب نفسره ازاي؟ خلي بالك بقى ان دي عيوب في الفالنس ايه؟ بوند ثيوري ما قدرتش تفسر قصه الاوفرلابنج دي، فابتدينا نخش نطورها شويه. لا خلي بالك بقى في بوينت كريتيكال جدا بالنسبه لي. انا ابتديت بلويس ما عرفش يفسر الشكل، عملت فيسبر ما عرفش، عملت الاوربيتال ثيوري ما فسرتش قوي، ابتديت اعمل هايبردايزيشن اوربيتال كونسبت، لعبت فيه شويه عدلت فيه شويه. يقول لك والله الهايبردايزيشن ده اوفرلابنج كومباينيشن ما بين مين؟ خلي بالك ما بين 2 اور مور اوربيتال ديفرنت ان شيب والانرجي واللينس، بس لازم يكونوا بتوع السيم اتوم، ما ينفعش اجيب حد من بره. طب ايه البروبرتيز بتاعتي؟ طلعوا هايبردايزد اوربيتال كلهم السيم، يعني الاس بي 3 كانت كلهم سيميلر في الشيب والانرجي واللينس. شيب هرسم استنى والله بجد هرسم لك، استنى. شايف ده اوكير بتوين مين؟ بتوين الاوربيتال لازم يكونوا في سيم اتوم، دي البروبرتيز بتاعتي. وبعدين لازم يحصلوا من اوربيتالز عندها كلوزد انرجي. طب النمبر بتاع الهايبردايزد اوربيتال ايكوال النمبر بتاع البيور اوربيتال، يعني ايه؟ يعني خدت 1 من الاس و1 من البي يبقى عندك اوضتين. انا خدت واحده من الاس و3 من البي بقى عندي 4 اوض. ما ينفعش اعمل هايبردايزيشن واطلع اوضه واحده، يعني ما ينفعش ادخل 2 اوربيتال يطلعوا لي حاجه واحده، ما ينفعش، زي البالانسنج بتاع كيميكال رياكشن بالظبط. طب وبعدين شيب حلو قوي الشيب ده، هرسمها هنا بسرعه. الشيب عندي بيقول لك ايه؟ يقول لك ان انا عندي لو الاس كده وانا عارف ان البي كده، لما اجي اعمل ميكس ما بينهم هفعصهم في بعض يعملوا ازاي؟ يعملوا واحده كبيره والتانيه صغيره. طب رسمتها كده ماشي، طب رسمتها كده الناحيه التانيه ستيل ماشي برضو، مش فارقه معايا كتير. حلو كده، كأن انا يعني ايه، طبعا لازم اطلع ابداعاتي عليكم، فانا لو عملت دي كده تبقى عامله زي السمكه، عملت كده ادي السمكه بالظبط كانت البطه. طيب النمبر بقى بتاع الهايبردايزد اوربيتال ما هو هياخد الاثنين مع بعض، لازم يكون جاي من النيم بتاع البيور اوربيتال. حلو كده، والهايبرد اوربيتال ده similar in shape والانرجي واللينس، يعني كلهم زي بعض but they are differ in stereo direction، مختلفين دايما في الشكل. طب الهايبرد اوربيتال is formed ايه زي ده هنا، تو بير شيبد، واحده كبيره واحده صغننه، واحده كبيره واحده صغيره. خلي بالك بقى عشان يقدر يعمل الابيليتي تو ايه، تو اوفرلاب مع بعض. حلو كلام جميل. طب التايب بتاع الهايبردايزيشن اوربيتال معتمد على الصم ما بين الان والام، وهنشرح دي بالتفاصيل، بس تعالى معايا واحده واحده نبدا نشوف احنا بنتكلم على ايه. لو جه لك which of the following orb sub level the orbital can be ايه hybridized، تعال نبص كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ال1 اس وال1 بي دول حلوين قوي، دول قريبين مع بعض، بس يهبل، بس ما عنديش حاجه اسمها 1 بي اصلا. البي دايما يبدا من 2. طب ال2 اس وال3 بي بعيد. طب ال3 اس وال3 بي سوبر، ده جنب بعض ونفس الليفل. طب ال3 بي وال4 دي لا بعاد قوي عن بعض، لو كان قال لي 5 اس مثلا كان ممكن اوافق عادي جدا. طب بص كده، تعال نشوف بقى الاس بي 3 هايبردايزيشن والاس بي
والاس بي 2. تعال نبدا من تحت لفوق. تعال نبدا من قصه تحت لفوق ونشرح اول حاجه الفورميشن بتاع الميثين، بعد كده نبدا نرغي مع بعض واحده واحده. لما بنبدا في القصه دي كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه لازم اعملها ان اخلي دي اكسايتد، لان الاتش كانت عايزه تخش هنا وعايزه تخش هنا وما ينفعش تخش هنا، فانا حولتها عملت لها اكسايتيشن. بقت دي اكسايتد ايه؟ اتوم. اكسايتد اتوم اول خطوه عندي اكسايتيشن بروسس. دي اكسايتد اتوم عندي 4 سنجل. طب وبعدين استنى اروح اجيب القلم واجيلك. معلش يا ابني انت هتشرب معانا النهارده، ركز بقى معايا. ايه اللي حصل هنا؟ قلت خلاص عندي 4 سنجل، اتش تخش اتش تخش اتش تخش اتش تخش، الاتش الثانيه قالت طلاق 3 ماني داخله عندكم وانا مش لاعبه معاكم وهطلع تاني بره. حلو قوي، كلام جميل. راحت عامله ايه دلوقتي؟ اضطريت اعمل حاجه خارجه عن المألوف، اضطريت اعمل حاجه ملهاش علاقه بالواقع اللي هو عباره عن ايه. بص كده بص كده، دي اكسايتد سي اتوم. اكسايتد سي اتوم رحت عامل لها هايبرتايزيشن، رحت معلي ده سنه، رحت منزل ده سنه، عملت ده اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3. سميته كده ليه؟ واخد واحده من الاس وثلاثه من البي، واخد واحده من الاس وثلاثه من البي، فبقى بالنسبه لي ده هايبريدايز، طلع لي 4 اس بي 3. حلو. طيب تعال نشوف الاوفرلابنج. ال 4 اس بي 3 هايبريد اوربيتال، خلي بالك بقى بتاعت السي اتوم، ده كان شكل كل واحده فيهم. طب وبعدين ده بقى شكل الاربعه، ده بقى شكل الايه؟ الاربعه عندي. طب ولما ده بقى شكل الاربعه عندي، لما تيجي تعمل لهم اوفرلابنج مع ال1 اس، خلي بالك يعني ايه مع ال1 اس؟ تعال هرسمها لك واحده واحده. ده شكل الاوربيتال عندك اهو، ارسم اي واحده فيهم. حلو كده. عمل اوفرلابنج مع ال1 اس بتاع مين؟ ده ال1 اس بتاع مين؟ بتاع الهيدروجين اتوم، بتاع الهيدروجين. ما انا سي اتش 4، يبقى عمل هنا اهي واحده 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 واحده، وراح عامل الفور بوند بير اللي رسمناهم الحصه اللي فاتت. يبقى بالتالي عمل 4 اس بي 3، كل واحده فيهم مسكت في مين؟ في ال1 اس بتاع الهيدروجين اهي، وعملت شكل 109.5. تعال نحاول شويه كده نجاوب على السؤالين اللي عندنا دول، وبعد كده نبدا نرجع نشوف القصه اللي عندي بتاعت الان والام. بص كده حبيبي، بص تعال نشوف ايه اللي حصل عندي. انا هحفظك كام حاجه كده وتعال ندوس مع بعض فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف important summary الميثين. التايب اوف الهايبردايزيشن عندي هو عباره عن حاجه اسمها اس بي 3. اس بي 3 هايبردايزيشن. الاوربيتال ذات فورم البوند، اللي بتعمل البوند عندي بتاعت الميثين، هي ما بين الاس بي وما بين ال1 اس. حلو كده. طب كلام جميل. الستيريو ستراكشر عندي رسمه ارسمها. طب الشيب اكوردنج تو الالكترون بير، ده التترا هيدرون. حلو كلام جميل. الفاليو بتاعت الانجل 109.5. حلو كلام حلو قوي كده. طيب حلو كلام عسليه قوي. تعال نبص كده على الحته دي. وقف الفيديو اللذيذ، حاول تحل السؤال ده. هو دلوقتي بيقول لك الاوبوزيت فيجر ستراكشر فورمولا بتاعت البروبين وانا راسمها لك. حاول توقف بس كده شويه وتعرف التايب بتاع الهايبردايزيشن بتاعه. كلام جميل. تعالى واحده واحده كده معانا. هتقول لي ما هي طبعا انا عارف انك هترزع الاجابه، بس وقف وحاول تفكر. تقول لي طبعا اس بي 3، ما انا خدتش غيرها. هو انا خدت حاجه تانية؟ هقول لك بصراحه لا. طب بص كده، تعالى هقول لك على حاجه رخمه شويه. تعالى اقول لك على حاجه رخمه شويه، ورخامتها في اكتر حاجه ان انا هضطر ارسم. انا هضطر ايه؟ ارسم معاك. خلي بالك انا بقالي حصتين ولا 3 حصص قاعد برسم لحد ما انا تعبت. تعالى نرسم السي اتش 4. لا انا مش عايز ارسم السي اتش 4، انا عايز، انا هكبر عليك شويه، كبر دماغك بقى معايا اهو. بص يا سيدي، انا هقول لك على كلمتين انا هحتاجهم الحصه الجايه. تمام كده؟ طيب هنرسم الايثان. الايثان هو عباره عن C2H6. لو مش عارفه هتبقى سي ماسكه في سي. تعالى بس واحده واحده نرسمه لك. او CH3 ماسكه في CH3. بص يا سيدي، دي كربون ماسكه في كربون. طب والكربونه دي فاضل لها واحده هيدروجين هنا، واحده هيدروجين هنا، واحده هيدروجين هنا. يعني هي بدل ما كانت ماسكه في 4 انا شلت هيدروجين وحطيت حاجه. طب والكربونه دي نفس الفكره بالظبط، ماسكه هنا بهيدروجين، ماسكه هنا بهيدروجين، ماسكه هنا في هيدروجين. حلو الكلام، تحفه. تعال نبص على القصه دي. انا هقول لك دلوقتي على طريقتين تحل بيهم الاسئله دي وركز معايا.
هي دي مش كلها سنجل، خلي بالك انا الهايبريدايزيشن في الاغلب هيحصل لك في الكربون وفي شويه اتومز ثانيه مش مشكلتي، بس انا عايز اركز على الكربون النهارده. طيب بالنسبه لي هو هنا مش هيحصل هايبريدايزيشن، يحصل اكسايتيشن الاول بعدين هايبريدايزيشن. طيب عامله كام بوند سنجل؟ مش فاهم عامله كام بوند سنجل؟ خلي بالك بقى عشان احفظ الاسمين دول عشان احتاجهم المره الجايه. عامله كام بوند سنجل؟ 1 2 3 4. يعني ايه سنجل؟ يعني مفيش خطين تحت بعض. طيب يعني ايه سنجل؟ اهو يعني مفيش خطين تحت بعض، هي والله عامله 4 سنجل. طيب افتكر الكلمتين دول عشان احتاجهم. البوند السنجل دي اسمها سيجما، احفظها كده زي ما بقول لك، هي اسمها سيجما. احفظ كده سيجما سنجل سترونج. ماشي، هي كده عامله 4 سنجل، عامله 4 سنجل، يبقى عامله هايبريدايزيشن محتاجه 4 قد بعض وشبه بعض. لا تاني، قد بعض وشبه بعض تاني. يعني السنجل اهو، السيجما اهي، هكتبها لك هنا اهي، محتاجه دي قد دي قد دي قد دي عشان ما حدش ولا يرمي القلم ولا يقول لك انا مش لاعب. حلو حلو. طب بص كده تعمل هنا ايه؟ تقول لي والله انا في الحاله دي، انا في الحاله رقم 1 عشان هكتبهم كلهم اهو. حاجه بص، هقول لك والله دول 4 شبه بعض، يبقى انا محتاجه اس بي 3، واحده من الاس و3 من البي، واحده من الاس و3 من البي. طب انا عايز اعرفها بطريقه علميه مع عمليه فذه. هقول لك تعالى هجمع حاجه اسمها ان بلس ام عشان اعرف الهايبريدايزيشن بتاعي. طب اكتب لي الاكس بتاعتي هنا كده. هتقول لي والله عينيا. لو انا خدت دي كسنترال اتوم، لو انا خدت دي كسنترال اتوم او خدت دي كسنترال اتوم مش فارقه معايا، هما الاثنين واحد. تعال نبص، عندي كام ملكه واحده؟ عندي كام خدام؟ ادي 1 2 3 4 زي السي اتش 4 بالظبط. هكتب ايه اكس 4. لما تعمل الان 4 والام بزيرو فدول مجموعهم يبقى 4، فانت محتاج 4 شبه بعض. 4 ايه شبه بعض، يبقى اس بي 3. طب حلو، تعال ناخد اكزامبل تاني يمكن نفهم ونستوعب الدنيا اسرع شويه. بص يا صديقي العزيز، ادي كده هنشيل الاتش دي وهشيل الاتش دي، بقت يا عيني دي عامله 1 2 3 محتاجه بوند كمان عشان تبقى كومبليتلي فيلد. طب والكربونه دي محتاجه بوند كمان عشان تبقى كومبليتلي فيلد. ما قدامهمش حل غير ان هم يعملوا بوند مع بعض. قدامهمش حل غير ان هم يعملوا ايه؟ بوند مع بعض. طب البوند الجديده دي اسمها سيجما برضو؟ قال لك لا، دي اسمها سيجما، دي اسمها باي، اسمها باي. حلو كده، دي اسمها باي. هنشرحها بتفاصيلها ان شاء الله ان شاء الله الحصه الجايه. بس تعال نشوف كل واحده فيهم عامله ازاي. تعال نشوف السيتويشن رقم 2، ده حاله رقم 2. طب بص كده واحده واحده عشان انا معايا، انا عارف انا بتكلم بسرعه معلش، بس واحده واحده نقول مع بعض. دي السنترال اتوم اهي، فانا عندي السنترال اتوم. تعال اكتب الاكس بتاعتها ادي الايه. طب حلو، تعال نبص كده كده الكربون ما عندوش لون بير عشان اريح دماغك. الكربون ما عندوش لون بير عشان اريح دماغك، بس في حاجات تانية عندها. هبص على الاكس، هي دي عندها كام خدام؟ قلنا بنحسب الشرطتين دول كانهم حاجه واحده، فدي 1 2 3، يبقى عندها اي اكس 3. يبقى لما اقول لك ان الN بلس الM بتساوي 3، فانا محتاج 3 اوربيتالز يبقوا شبه بعض بالظبط بالظبط. طب وبعدين قال لك تعال نشوف، انت محتاج 3 اوربيتال شبه بعض. يبقى انت هتجيب لي واحد من الاس، بس انا محتاج 2 من البي، يبقى اس بي 2. يبقى هنا انا خدت 1 من الاس وخدت 2 بس من البي. طب والتالت مش عايزه. طب ليه؟ بتفاصيله ان شاء الله هنعملها الحصه الجايه، بس واحده واحده معايا كده تاني. لو شفت الN بلس الM هي عباره عن ايه؟ عباره عن 3، يبقى انا عندي sp2 هايبردايزيشن. طب تعال نلعب السيناريو الثالث ويا رب ده اللي يثبت المعلومه. تعال انا شلت اتش دي وشلت الاتش دي، بقى عندي هنا في فراغ قاتل. ليه؟ ما هي دي عندها 1 2 3 محتاجه بوند كمان. طب ودي عندها 1 2 3 شيروا مع بعض، دي بوند ثانيه اسمها باي، دي اسمها سنجل سودا، كده دبل كده تريبل. تمام. طيب يا سيدي تعال نشوف الاكس بتاعتنا عامله ازاي، بس في الحاله رقم 3. هبص للسنترال اتوم دي برضه، عايز تاخد دي المره دي مش فارقه معايا. هي ماسكه هنا بدراع في حد وماسكه هنا في دراع في حد، يبقى ماسكه في 2 خدامين، يبقى ايه اكس 2. طب لما اجي اجمع الN بلس الM عندي هتبقى ايكوال 2. يبقى انا كده عندي 2 اوربيتالز بس هم اللي شبه بعض، يبقى انا محتاج واحد من الاس وواحد من البي بس عشان تعمل هايبردايزيشن. مش محتاج اكتر من كده. طب هل انا عندي حالات تانية؟ لا، هي اس بي 3 لان البي اخرها 3 والاس بواحده.
يبقى يا اما اس بي 3 يا اما اس بي 2 يا اما اس بي. طب تعتمد على ايه؟ جمع الان بلس الام. طب انا المفروض اجمعهم امتى؟ انا حافظهم كلهم المفروض من الليسون اللي فات. طب تعالى نرجع بسرعه للقصه دي عندنا. لا استنى، لازم دي سكرين شوت لذيذه معاك، ولازم وانت ماشي ورايا تكتبها بخط ايدك كلمه كلمه. كلمه كلمه تتكتب، لازم لو ما اتكتبتش بايديك راحت. طب بص كده، تعال نبص بسرعه نقرا القصه عندي عامله ازاي. تعال نشوف الهايبردايزيشن عندي اللي عامل لي عندي الاس بي. يبقى الاس بي ده اوكير وين اوربيتال من الاس بيعمل هايبردايزيشن مع اوربيتال من البي. الاوفرلابنج ده بيحصل ما بين واحده من الاس وواحده من البي، يديني تو هايبرد اوربيتال اسمهم اس بي. بس ليه اس بي بس؟ ما احنا قلنا اسمه جاي من، هو اصلا جاي منين؟ خدت واحده من الاس، خدت واحده بس من البي، يبقى ده اس بي. طب اعرفه منين؟ ان بلس ام ايكوال 2. ان بلس ام ايكوال 2 زي الاي اكس 2، اغلبهم بيبقى الاي اكس 2. يبقى التايب ده اوكير مع البي اي سي ال 2، مع البي اي اتش 2، مع الكربون دايوكسيد، مع الاتش جي سي ال 2، مع السي 2 اتش 2. هو ايه السي 2 اتش 2 ده؟ اهو سي 2 اتش 2. طيب تعال نشوف النوع التاني كمان. لو انا زودت واحده يبقى الاي اكس 3، يبقى عملت كده ساعتها محتاج 3 اوربيتال والثلاثه نفس الانرجي. محتاج 3 اوربيتال والثلاثه نفس الانرجي، اخد واحد من الاس واثنين من البي. تاني اخد واحد من الاس واثنين من البي، تبقى اس بي 2 عندي. يبقى الاس بي ايه 2 عندي. تعالى اهو اهي. طب اروح ادور عليها، يبقى الاي اكس 3. حلو كده، تبقى الاي اكس 3 عندي عشان اروح اعمل دول كلهم. حلو، كلام جميل وكلام عظيم، كلام زي القمر. طب اعمل اس بي 3 هايبردايزيشن اللي احنا لسه قايلين عليها. لا لا لا، ده واحد من الاس وثلاثه من البي، يعمل لي 4 هايبرد اوربيتال، اسميه اس بي 3. يحصل امتى؟ اي اكس 4. اي اكس 4 زي اي حاجه كربونه ماسكه في اربع حاجات، سي اتش 4 بقى، سي سي ال 4، سي اف 4، كل ده. طيب تعالى نرجع بقى ناخد السؤال اللي عندنا ده. الاوبوزيت فيجر في الاستراكشر ده بقى ساعتها عملت ازاي؟ هو قال لك انا مش فاهم ومش عارف بصراحه. خد اي واحده فيهم كانها سنترال اتوم، مش فارقه معايا كتير طالما مفيش اختلاف، يعني مفيش دبل بوند عند اي واحده يبقى هم كلهم واحد. حلو كده. طيب تعالى ناخد دي يا سيدي ان هي سنترال اتوم. ادي دي اهي، نكتب الاكس بتاعتها. يلا الاي اهي، هي ماسكه في كام واحده؟ ماسكه في 4 سنجل، ماسكه في 4 سنجل. خد كده ادي الاي اكس 4، ال n بلس ام ايكوال 4، يبقى الهايبردايزيشن ده اسمه اس بي 3. حلو وكلام جميل. طيب هقول لك على حاجه كده قبل ما اقفل معاك، بصمك بيها. طول ما انا عندي كل الكربون عامله 4 سنجل اس بي 3، لقيتها عامله واحده دبل، ركز معايا تاني، عامله 4 سنجل يبقى اس بي 3. لقيتها عملت واحده دبل، نزل واحده تبقى اس بي 2. لقيتها عملت تريبل يعني عملت 3 شرط، تبقى اس بي بس. اكتر من كده في الكربون مش عايزك تحفظ. تاني عشان انا حاسس ان انت بتقول حاجه مهمه بس انا مش واخد بالي. هقول لك بص بسرعه، عندي اخر حاجه اهي عشان تبقى عارف احنا شغالين ازاي. بص يا سيدي، ادي الكربون اهي وادي الكربون اهي، لو لقيتها كلها شرطه واحده، يعني شرطه كده شرطه كده شرطه كده شرطه كده، انا تمام، يبقى انا اس بي 3. حلو كلام جميل. طب لو لقيت عندها ماسكه مع كربونه ثانيه، ركز بقى معايا، انا بتكلم على الكربونه دي والكربونه دي، لقيتهم ماسكين مع بعض باتنين، نزل صباع، نزل صباع، بقت اس بي. انت محتاج ثلاثه شبه بعض يبقى اس بي 2. طب عملت شرطه ثالثه، نزل صباع، يبقى انت كده محتاج اتنين بس قد بعض، الحمرا دي والحمرا دي، بقت ساعتها اس بي بس. حلو كده. طيب زي الفل. لحد هنا اقدر اقول لكم ان الحمد لله الحمد لله احنا كده خلصنا الليسون. بس استنى عشان مش هسيبك برضه. ليه؟ لان انت لسه دماغك مش متظبطه. فاحنا على الاقل عندنا كام سؤال كده بسرعه نحلهم، وبعد كده نقول شكرا قفلنا الليسون. بس احنا كده خلصنا الشرح. بريك خفيف صديقي العزيز، 5 دقايق تجيب حاجه تشربها وترجع على طول لحد ما انا اجيب الاسئله واجيلك. طيب انا رحت جبت القلم. بص يا صديقي، تعالى بقى كده واحده واحده، دقه عظيمه صغير، نشوف كده ايه الاسئله اللي عندنا. يقول لك اول سؤال، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، وات از ذا فاليو اوف الانجل بتوين مين؟ تو هايبريد اوربيتال اللي موجودين في الايه، في البف 3. خلاص ما انا عارف حافظه، المفروض ان البف 3 خلاص يبقى 120 اوتوماتيك من غير ما افكر على طول. طب تعال نشوف اللي بعده. which of the following two molecule are similar in the hybridization type in the central atom؟ السؤال ده حلو جدا، حلو جدا جدا جدا. تعال نحسبها ونلعبها سوا.
قلت لك نحسبها ان بلس ام. تعال نشوف الان بلس ام وتعال نشوف مين اللي شبه بعض. مين اللي شبه بعض؟ لان لما اعرف مين اللي شبه بعض هشوف مليون في المية يبقى دول عندهم نفس الهايبردايزيشن من غير بقى ما تقعد ترسم وتقعد تشوف والاوربيتال وبتعمل ده تشيت كود صغير كده. تعال نشوف. تعال نبص على الاكسجين. الاكسجين دي كان عندها O2. انا حافظ كان عندها الاي اكس 2. خلي بالك انا هكتبها هنا مره واحده. انا هنا كان الاي اكس 2 الاي 2. فبالنسبه لي لو جمعت الان بلس ام دي كانت 4. طب والاس او 2 لا دي كانت مختلفه. ده كانت اي اكس 2 اي 1 وتبقى كارثه لو ما رحتش ذاكرت درس الاكس بتاعي. حلو. تعال نبص كده عندي. يبقى ده كده 3. شكرا. طب بص هنا على الكربون دايوكسيد ده اي اكس 2 يبقى دي 2. طب الاس او 2 لسه قايل لك هنا 3 يبقى الاثنين دول ما ينفعوش. طب بص كده على الاس او 2 والاس او 3. طب الاس او 2 لسه قايل لك ان هي 3. طب الاس او 3 ده كانت الاي اكس 3 تبقى 3 برضه يبقى صح. طب بص كده على الان اتش 4 وعلى الاس او 3 دي كانت هنا 3 ودي كانت 4. لا ما تنفعش. يبقى بالتالي انا ما قداميش غير الاوبشن ده. حلو كده. طب انا بشوف اللي بعده. according to the overlapping orbitals concept اللي احنا لسه شايفينه what is the total number بتاع الatomic orbital which overlap with each other to form N2 molecules. حلو قوي قوي السؤال ده. تعال نبص كده على السؤال ده. محتاجين نرسم ال N2 ومحتاجين نشوف القصه بتاعت ال N2 عامله ازاي. خد يا صديقي العزيز ال N2 عندك اهي. ادي ال N ماسكه في تريبل بوند مع ال N اهي. محتاج من حضرتك الاول انك تروح تشوف الكونفيجريشن بتاع ال N. تروح تشوف ايه الكونفيجريشن بتاع ال N. يعني ايه الكونفيجريشن بتاع ال N؟ انا بالنسبه لي ال N7 ادي 1s2 ادي 2s2 ادي 2b3. حلو. ده اللي فاضي. كلام جميل. روح ارسمه. عندي اهي. عندي 3 اوض فيها واحده هنا واحده هنا واحده هنا. طب يبقى يعملوا اوفرلابنج مع بعض. يبقى البي اكس مع البي واي مع البي زد يعملوا اوفرلابنج مع بعض. يبقى تعال نبص كده. according to the overlapped orbital concept الاوفرلابد orbital concept the total number خلي بالك of الاتوميك orbital اللي بيحصل اوفرلابنج مع بعض في ال N3 هو 6. لا بصراحه مش فاهم. هرجع لك تاني للرسمه بسرعه. ما هو هنا في 3 تبع دول. طب وهنا في 3 تانيين تبع دول. اوعى تنسى ان انا قلت لك خلي بالك انا اصلا ما كنتش محتاج اعمل كل ده بس انا محتاج افهمك. انا محتاج اقول لك الكونسبت اللي انا قلت لك عليه واحفظه. كل بوند محتاجه اوربيتال من دي واوربيتال من دي يخشوا مع بعض. طيب انت عندك كام بوند؟ 3. محتاجه 3 اوربيتال من دي و3 اوربيتال من دي يبقى 6 مع بعض. طيب حلو. تعال نبص على السؤال اللي بعده. يقول لك ايه which of the following molecules its atom become excited before hybridization occur. طيب حلو. تعال نبص على النيتروجين. النيتروجين هنا هل انا محتاج اعمل اكسايتيشن لاي حاجه؟ لا. ما انا محتاج اعمل 3 بوند. ادي اوضه فاضيه اوضه فاضيه اوضه فاضيه. كلام جميل. طب بص كده على الهيدروجين. مع الهيدروجين مثلا هنا او هنا. يعني هو الهيدروجين كره واحده هيعمل اكسايتيشن فين؟ مش هروح في حته. طب انا مش متخيلها قوي. تعال نجيبها لك بسرعه من الشرح بتاعنا. اهي. هتعمل لي اكسايتيشن فين؟ ما انا ما عنديش غير اوضه واحده. طب وبعدين يبقى انا ما قداميش حل غير ان انا ادور على كربون. خلي بالك الهايبردايزيشن انا محتاج ادور هنا. بص على الكربون دي هتعمل sp3 على طول. طب يلا نشوف اللي بعده. which of the following sublevels their orbital can be hybridized. هبص على الاثنين القريبين. بص كده لسه حالين 1s و1p. ما عنديش حاجه اسمها p. 2s و3p لا. طب 3s و3p يبقى هنا دي 4p و4 دي لسه حلينا في الشرح مع بعض بالظبط. تعال نحل السؤال ده مع بعض كده واحده واحده عشان السؤال ده لذيذ. يقول لك which of the following represent الهايبريد كربون اتوم. ماشي. to form 4 similar covalent قد بعض شبه بعض 4. يبقى انت محتاج عندي 4 sp3. طب مين اللي كان قبله؟ كان قبله 1s2. يبقى دور على الكونفيجريشن ده 1s2 4sp3 هتلاقيه فين. تعال نشوف اهي. دي بس بدل هي 2 هتبقى اس. معلش نعدلها في الاجابه اهي. لان هي ولا دي ولا دي ولا دي. هي دي sp3 to the power 4 يعني عندي منه 4. which of the following is correct about the following carbon atom. تعال نبص عليه.
ونشوف هي الدنيا عندي ماشيه ازاي. 1s بقى فيها 2 انا تمام، 2s فيها واحده والثلاثه دول فيهم واحده، الطبيعي ان هي كانت 2s2. وطالما الالكترون ده راح من هنا لهنا فدي بقت عندي اسمها excited atom. تعال نبص على الاجابه. the four single electron have the same energy. لا. ليه؟ لان هم لسه ما حصل لهمش hybridization. لو ما يحصل لهم hybridization هتروح مدخل دول في بعض وترسمهم الاربعه جنب بعض، يبقى اول واحده لا. طب كان فور equivalent bond، ما كنتش رميت الغلبان ده، ما كنتش حذفت الغلبان ده دلوقتي وقلت مش لاعب، يبقى دي غلط. النمبر اوف الهايبريد اوربيتال ايكوال 4، ما حصلش هايبريدايزيشن اصلا. ما هو خلي بالك لو الاجابه دي انت اخترتها صح هتبقى هي نفس دي بالظبط. ما هو لو عندك النمبر اوف هايبريد اوربيتال 4 يبقى انت عندك 4 عندهم السيم انرجي. طب نبص على اخر واحده، ان اكسايتد كربون اتوم. يس فور شور، دي الاكسايتد كربون اتوم. طيب تعالى كده نسمي الله ونحل. وكالعاده طبعا انا مش محتاج اقول لك ان انت بتشوف السؤال توقف تحل وترجع تشوف انا حلل ازاي. تعال نبص واحده واحده. sp3 orbital is produced from the hybridization of كم orbital from each carbon atom. هو اسمه sp3 يعني واحده من الاس وثلاثه من البي يبقى 4. انا قدام السؤال الوحيد المباشر في الامتحان. تعال نشوف an excited atom X contain كام orbital with electron pair before the hybridization XH4. ماشي. اكسايت اتوم اسمها اكس على اساس يعني ان انا عبيط مش عارف ان دي الكربون. يا عم انا مش عارف. حلو كده ماشي. فيها كام اوربيتال؟ كام اوربيتال with electron pair before الهايبريدايزيشن اوف اكس اتش 4. تعال نبص على الكربون. هي الكربون دي كانت 6. هو بص بقى بيسال عليها ايه، ركز عشان السؤال ده قلعباني قوي. بيفور ما قبل الهايبريدايزيشن يعني في الحاله العاديه، ما قبل الهايبريدايزيشن يعني في الحاله العاديه يا اما في حاله اكسايتد. هو قبل ما يحصل اكسايتيشن كانت هي 1s2 2s1 2p3. طيب يبقى عندي كام؟ عندي واحد بس. طب انا مش فاهمها قوي. دي الاكسايتد كربون اتوم عندها واحد بس اللي فيه بيرد الكترون، ما عندهاش غير واحد بس اللي فيه بير. يبقى لما يسال عندي كام واحد وذ الكترون بير عنده الكترون بير هقول له والله ما عنديش غير واحد بس. تعال نبص الانجل بتوين اتش 2 هايبريد اوربيتال ان البي سي ال 3 ايكوال ذا انجل بتوين مين؟ ايكوال الانجل بتوين مين عندي يديني نفس القصه. تعال نبص على الراجل المحترم ده. خلي بالك هنا هو بيسال بتوين اتش في 2 هايبريد اوربيتالز عندي. ماشي. يبقى انا ابص على البي سي ال 3 وابص عندي على حاجه لذيذه قوي. هقول لك والله ما هو ده ايه اكس 3. يبقى انا كده محتاج اشوف حد زيه بالظبط. طب مين اللي زيه بالظبط؟ تعال نشوف C2H2. يا رب افتكر رسمته كانت عامله ازاي. هقول لك تعالى معايا من غير ما تفتكر اهي. هو ده قلنا عليه ايه؟ ده AX2. يبقى مش نفس الهايبريدايزيشن. طب بص كده على اللي بعده C2H4. تعالى ارسمه لك بقى. هتبقى C دبل بوند C ماسكه هنا في اتش، ماسكه هنا في اتش، ماسكه هنا في اتش، ماسكه هنا في اتش. ده كده سنترال اتوم واحده ايه؟ عندها كام واحده؟ AX3. ايه ده شبهها بالظبط. يبقى هي دي الاجابه. طب تعالى نتاكد من اللي بعدها. CH4 ده AX4. طب والN2 لا ما عندهاش هايبريدايزد اصلا. حلو كده. طيب لحد هنا احنا كده خلصنا. تعالى بحطك في جيبي عشان حرام تترمي تاني، ولا اقول لك يلا. لحد هنا احنا خلصنا الحمد لله. خلصنا واحد من امتع الليسونز عندنا، واحد من ضمن الليسونز اللي بتخليك تفكر، واحد من ضمن الليسونز اللي خلي بالك انا محتاجها عشان ربطت بيها بالستيريو كيمستري، وهحتاجها عشان الموليكيولر اوربيتال المره الجايه. الليسون ده لازم يتذاكر. الليسون ده لازم يتذاكر ولازم يتذاكر بايديك ترسم. كل اللي انا قلته من الليسون اللي فات وده لازم بايدينا نرسمه. لحد هنا احنا الحمد لله خلصنا كده الليسون عندنا ليسون 3. اتمنى اشوفكم دايما على خير ان شاء الله، واشوفكم في ليسون 4 دايما بخير وبصحه وسلام. سلام عليكم.